حضرات السادة المشاهدين، لا أهلا ولا سهلا، فما لي أن أرحب بكم ولا لكم أن ترحبون بي، فلا صباحا خير ولا اليوم بيوم مشرق لنتمناه. صفقة ورا التانية ورا التالتة ورا العشرة ليفربول بيفشل فيهم. بس عشان نكون منصفين وعشان نكون بنقول اللي لينا واللي علينا، ليفربول ما كانش هو السبب الرئيسي في فشل صفقة انتقال زوباميندي من ريال سوسيداد لليفربول. السبب الرئيسي هو اللاعب نفسه، وبمعنى اصح عقلية اللاعب نفسه. عقلية اللاعب نفسه يا جماعة بجد يعني ما يعلم بالله ربنا. زوباميندي الثلاث مواسم اللي فاتوا او الثلاث سنين اللي فاتوا كان جاله عروض من فرق زي ارسنال وباير ميونخ، وعايز اقول لك ان كانت المرحله كانت واصله لمرحله نهائيه من الفرقتين، ان باير ميونخ كان خلاص خلص كل حاجه مع ريال سوسيداد والامور الماليه وكل حاجه كل حاجه. فجاه اللاعب صحي تاني يوم قال لك لا انا مش هروح باير ميونخ وعايز اكمل مع ريال سوسيداد. نفس اللي حصل من موسمين، كان ارسنال قدم عرض رسمي للاعب واللاعب كان ابدى موافقته على الانتقال من ريال سوسيداد لارسنال، وارسنال كان اتفق بكل الامور الماليه برده مع الاداره والدنيا كانت تمام. فجاه اللاعب قال لك لا انا مش عايز اروح ارسنال. ده نفس اللي حصل مع ليفربول. اللاعب بقى المره دي طول المده قوي، فضل اسبوعين بيجيب اداره ليفربول ويوديها وانا موافق وانا مش موافق، وفجاه اداره النادي عرضت اللي هي تدفع 60 مليون دفعه واحده. وده اللي احنا مش متعودين عليه من اداره ليفربول. طبعا اللي عارف سيستم اداره ليفربول هيبقى عارف وفاهم ان الاداره دايما بتمشي بان هي بتدفع على قسطين دايما. يعني اي صفقه بيجيبوها بيدفعوا مثلا سكه 30 مليون، بعد كده 30 مليون تاني، يعني ايه بعد فتره ايه مش كبيره، يعني بعد فتره صغيره بيجيبوا الصفقه على قسطين. فالمهم ليفربول كان اول عرضه كان هو هيقدم العرض على قسطين، كان هيدفع 30 في 30. ريال سوسيداد يعني بمعنى صح كده ايه ما وافقش. دايما الامور بتتطور طبعا مع رغبه اللاعب نفسه. زوباميندي بعد اسبوع من التفاوضات قال لك خلاص انا موافق، بس خلصوا بقى ايه الامور الماليه وخلاص خلص الدنيا مع ليفربول في ان انا خلاص انا عايز اجي لكم. وهنا ليفربول قال لك خلاص ادام انت كده متمسك بينا، لا ده احنا هندفع ال 60 مليون على دفعه واحده مش على دفعتين، وهنغير لك السيستم اللي احنا ماشيين بيه السنين اللي فاتت ديت. الدنيا كانت تمام وكل حاجه ماشيه تمام، وليفربول هيدفع ال 60 مليون كلهم مره واحده مش على قسطين، وزوباميندي خلاص موافق والدنيا زي الفل. فجأة اللاعب صحي كالعادة تاني يوم وقال لك ايه ده، انا من صغري بعشق فريق ريال سوسيداد وانا مش عايز اروح ليفربول، انا عايز اكمل مع ريال سوسيداد. دي كانت القصة بالكامل لمفاوضات ليفربول مع ريال سوسيداد على زوباميندي. قبل ما نروح بقى لقصة ارتباط اسم لويس دياز بانتقاله لمانشستر سيتي، وقبل ما نروح لتأخر تجديد عقود لعيبة مهمة في الفرقة، خلينا نروح نتكلم في منظر التفاوضات وشكل التفاوضات لإدارة ليفربول مع أي نادي ليفربول بيكون عايز يفاوض لعيب فيه. مش فاهم ليه بجد ليه ليفربول دونا على أندية العالم كلها إن لما بيخش في صفقة أو بيخش يتفاوض مع نادي على لعيب العالم كله بيعرف، غير ان العالم كله بيعرف. وده يا سيدي مثلا اقول لك ايه بيحصل مع انديه العالم كله، لما بيجي يتفاوض مع لعيب العالم كله بيعرف تمام. بس الانديه التانيه لما بتيجي تخش في اي صفقه تلاقي الصفقه دي مثلا ابتدت الناس تاخد بالها ان الفرقه دي مثلا مانشستر سيتي لما تفاوض مع جيرونا على سافينيو، الموضوع ما خدش 3 ايام. الموضوع ما خدش 3 ايام وفجاه لقيت سافينيو في مانشستر سيتي، ويمكن الخبر ما كانش يعني فاهم انتشر الانتشار الواسع. فاهم انا لا انا هتفاوض من غير ما الناس تعرف، واول ما الناس تبتدي تعرف يا هخلص في اللعيب ده يا مش هخلص. انما مش هقعد بقى ايه خلاص بقى اسمي ارتبط باللعيب دوت وان خلاص زواميندي جاي ليفربول والدنيا تمام وكل حاجه تمام، وافضل اسبوع وافضل اسبوعين وافضل 3 اسابيع، والله اعلم انت كنت بتتفاوض معاه اصلا من قبل قد ايه. يعني انت القصه دي انتشرت واتشهرت على مستوى العالم في اسبوعين، فالله اعلم بقى اللي كان قبل الاسبوعين دول التفاوضات كانت بدات قبلها بقد ايه كمان. فانت ليه لما بتروح تتعاقد مع لعيب ولا تتفاوض مع فرقه انك تجيب لاعب منها، ليه الموضوع بيطول معاك كده؟ ليه الموضوع بالذات اللي انت كمان معاك فلوس وبتخش وعايز تدفع الفلوس، يعني مش نادي فقير اول حاجه، تاني حاجه اسمك كنادي اسم كبير، يعني مش اي لاعب هيرفضك، يعني ما فيش اي لاعب اعتقد اللي هو هيرفض انه يلعب في فريق بحجم ليفربول. فانت ليه الموضوع بيطول معاك دون عن اي نادي تاني؟ بالذات ليفربول يا جماعه، بالذات في اخر 4 سنين ولا اخر 3 سنين
ليفربول اي صفقه بيخش فيها بينام فيها شهر عقبال ما يخلصها، ما يخلصهاش. يعني ما شاء الله ليفربول ابتدى يعمل براند لنفسه ويجيب لقب جديد لنفسه، المرفوض. النادي عارف انت المصفوع من عمرو دياب، المصفوع من محمد رمضان، احنا نبقى المرفوض من كايسيدو، احنا نبقى المرفوض مثلا، المرفوض من اسمه ده بتاع ريال مدريد، احنا المرفوض ده تشواميني، ايوه احنا المرفوض من تشواميني، احنا المرفوض من بلينجهام، احنا المرفوض حاليا النيو الجديد بتاعنا، احنا المرفوض من زوباميندي. ليه يا جماعه؟ ليه بجد بتخلوا منظر تاريخ النادي حتى بقى وحش؟ ان ما شاء الله اخر سنه ولا اخر سنه ونص 3 لعيبه بيرفضوا ان هم يجوا لك. ما هو ده يا جماعه بيعمل سيره وحشه للنادي. نروح بقى لموضوع لويس دياز، وان بجد الموضوع ده انا مش فاهمه لحد دلوقتي ومش مستوعبه، ان في صحفيين عالميين ومهمين جدا على مستوى العالم قالوا النهارده ان لويس دياز اتكلم مع مانشستر سيتي، وكمان اداهم الضوء الاخضر في انهم يكلموا اداره ليفربول عشان يجيبوه مانشستر سيتي. وكمان قالوا لك ان مانشستر سيتي مستعد انه يدفع 70 مليون للتعاقد مع لويس دياز من ليفربول، وان الكلام بشكل شفهي ابتدى يحصل ما بين اداره مانشستر سيتي واداره ليفربول. الموضوع ده كنت اتفهمه وكنت هتقبله، وكان هيبقى على قلبي لوح تلج في ان لويس دياز يمشي لو كنا مثلا خلصنا صفقه جوردون من نيوكاسل. يعني الموضوع كان هيبقى بالنسبه لي مع الف سلامه يا لويس يا حبيبي والقلب دعيلك، يعني تمام. الدنيا كانت هتبقى بالنسبه لي تمام، وبالنسبه لكل جماهير ليفربول كانت هتبقى تمام. انما فكره ان انت صفقه انتقال انطونيو جوردون من نيوكاسل لليفربول، انت ما شاء الله فشلت فيها كالعاده. انت هتخرج لويس دياز بناء على ايه؟ يعني انت هتخرج الراجل ده بناء عليه؟ يا اما في حاجه بقى تحت الترابيزه احنا مش عارفينها ما بين ليفربول ونيوكاسل. ممكن نلاقي جوردون هيجي مثلا كمان 4 ايام مثلا ولا حاجه، الله اعلم. دي لحد دلوقتي الواحد ما يعرفهاش. لما فكره ان انت فشلت في صفقه جوردون وفي كلام ان لويس دياز هيخرج، طب انت بجد انت بتعمل ايه؟ انت كاداره نادي دلوقتي انت بتعمل ايه بجد؟ اخر موضوع معانا هو تجديد عقود اللعيبه، وبالنسبه لنا دول اهم 3 لعيبه في ليفربول. ومن وجهه نظري، مش عارف بقى انت وجهه نظرك هتكون ايه، لكن اعتقد بنسبه 90% من جماهير ليفربول دول اهم 3 لعيبه بالنسبه لهم في الفرقه. تخيل بقى اهم 3 لعيبه في الفرقه عقودهم فاضل فيها 10 شهور. مين هم؟ محمد صلاح، فان دايك، ارنولد. 3 لعيبه دول عقودهم يا جماعه فاضل فيها اقسم بالله 10 شهور. يعني ال3 لعيبه دول اخر الموسم مش معاك. تخيل بقى ال3 لعيبه دول فاضل في عقودهم 10 شهور، والنادي ولا فتح معاهم كلام لحد دلوقتي، ولا تجديد ولا اي امور خالص. والاداره ما شاء الله تحس اللي هي عايزه تخرب النادي اقسم بالله بجد. وتحس لا الاداره السنه دي بتنافس على اننا ازاي ننزل ليفربول من الدوري للدرجه الاولى في انجلترا. الواحد بجد والله صعبان عليه ليفربول، وصعبان عليه اكتر طبعا جماهير ليفربول اللي بجد والله يعني كان الله في عونهم على سوء الاداره بتاعتهم، وعلى ان مفيش ولا صفقه بتتم. والكلام ده طبعا هيظلم قوي ارن سلوت المدير الفني لليفربول. احنا طبعا شفنا ارن سلوت في الماتشات التحضيريه للموسم الجديد، لا عنده فكر وعنده طريقه لعب كويسه وعنده تنفيذ، يعني ضربات حره كمان شفناه كان كويس. يعني عنده فكر كويس ويعني عايز يعمل حاجه مع الفريق. بس ارن سلوت اكيد مش هيعمل كل حاجه لوحده، واللعيبه دي اكيد محتاجه لعيبه يعني زي محمد صلاح وفان دايك وارنولد واليسون. اللعيبه دي عشان تاخد بطوله او تنافس على الدوري حتى الموسم الجاي اكيد محتاجين لعيبه مهمين ولاعيبه كويسه جدا، مش لعيبه يعني مثلا ايه 50-50 تيجي تزق معاك الدنيا وخلاص. وبالمنظر اللي احنا شايفينه ده ان ليفربول الموسم الجاي يعني محتاج معجزه مش عشان ياخد الدوري، لا ده ليفربول السنه الجايه الموسم اللي هيبدا محتاج معجزه عشان ينافس على الدوري الانجليزي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.